ايوه صح، في ناس فعلا بتطلع احسن ما فيك وناس بتطلع اسوأ ما فيك. بس ليه بقى؟ مش عشان هو وحش وانت حلو، ولا عشان انت وحش وهو حلو. دي صدماتك وصدماته هما اللي بيكونوا قاعدين سوا وانتم مع بعض. ومع حدوث اي موقف عمل لك شعور ايا كان اسمه، ده بيكون وقتها اللي قصادك حط الكشاف دلوقتي في عين انهي صدمة عندك. الكشاف اللي في ايد الطرف التاني واللي هو كمان مش واعي انه ضرب النور في حتة عتمة، هو اللي بيحرك رد فعلك تجاه الشخص. وعلى حسب الكشاف جه عندك في اوضة شكلها ايه، كله خارج منك وراجع ليك حسب ما تكونت عندك الافكار والمعتقدات والصدمات من الصغر. يعني انا اللي بجذب لنفسي الكذابين او الصادقين، انا اللي بجذب العصبيين والعناديين والخاينين والغدارين وكمان الاعتماديين، وبرضه بجيب لنفسي الحنينين المخلصين والاشخاص اللي بيتقال عليهم سند. يبقى ما تسمعش صوت عقلك لما تضرب واحد في الشارع ويقولك احسن ما هو اللي عصبك ويستاهل. قوله طب لو شاطر قولي لو هو وحش ايه اللي جابه لحياتي، صدقني هيهنج منك. استكشف نفسك وقت ما بيحصل لك مثير خارجي، قول ايه اللي جوايا جاب لي الموقف ده، وايه اللي جوايا خلاني اعمل رد الفعل ده، وشوف سحر طاقة السؤال. دمتم واعيين ومراقبين لنفسكم.